الآن بدأت الساعة، لكن السؤال المكاتب اللي بتتعامل معها هل يجوز التعامل معها ولا لا؟ أنا فقدت حضرتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض كيك البرتقال بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة جدا. دي من الكيكات اليومية اللي الواحد بيحب يعملها مع كوباية شاي بقى. بصوا مقولكيش، خطيرة 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 خطيرة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، بس متنسيش تحط لايك جميل زيك. اول حاجة كده ابتديت ان انا احط اعاير الدقيق بتاعي. هستخدم 3 كوبايات من الدقيق زي ما انتوا كده شايفين. هحط كده كيس من البيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح. هنخلهم كويس جدا كده، وهبدأ ان انا دلوقتي بقى خلاص اركنهم على جنب. هكون محضرة معايا هنا بولة تانية، هنزل بيه كوبايتين من السكر. هنا معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هضيف عليهم هنا كيسين من الفانيليا. انا بحب الفانيليا دي، بتخلي ريحة الكيك كويس جدا. هبدأ اضربهم كويس جدا بالهاند بلندر. ممكن تحطيهم في اليدوي، الخلاط العادي جدا، او بالمضرب اليدوي، بس بتحتاج ضرب شوية حلوين. هبدأ انزل هنا بكوباية من الزيت، وهضرب تاني بالهاند بلندر. وهكون مجهزة معايا كوباية من عصير البرتقال اللي مش محطوط له اي اضافات. عصير برتقال فريش، كوباية من عصير البرتقال. هضربهم كويس جدا مع بعض. هكون كده محضرة معايا كده معلقة من بشر البرتقال. ممكن في الحالة دي ما تضيفيش فانيليا لو هتحطي بشر برتقال. هو البشر البرتقال بيدي ريحة نفاذة كويس جدا، فممكن تستغني عن الفانيليا لو ما انتش حابة، لكن انا بحب احط الاتنين. هنزل بالدقيق بتاعي كده واحدة بواحدة لحد ما ابدأ ان انا اخلط الدقيق مع الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هضرب كويس جدا بقى بالمضرب زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي لحد ما الخليط بتاعي يبدأ ان هو يشرب الدقيق. خلاص خلصت كده ضرب الخليط بتاعي. بكون هنا انا هعملهم في صينيتين صغيرين. هكون كده مجهزة معايا كده صينيتين مبدراهم، دهناهم زيت ومبدراهم بالدقيق. هحط نص الكمية هنا، وهجيب كمان صينية صغيرة هبدأ احط فيها الكمية التانية، برضو مبدراها بالدقيق والمادة الدهنية زيت او سمنة حسب بقى ما انتي عايزين. خلاص كده هكون هنا مجهزة معايا صاج بتاع الفرن، لان بصراحة الصواني رقيقة جدا، فلازم احط صاج للفرن عشان خاطر ما تتحرقش معايا من القعر. فهدخلهم من الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لمدة ما يستووا. بعد كده هبدأ ان انا اطلعهم ان شاء الله. خلاص كده ده شكل الكيك بتاعي بعد ما طلع. اخد 35 دقيقة في الفرن. شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل جدا 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 وطريقته سهلة. يا رب كده الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تحط لايك وكومنت جميل زيكم. واللي لسه مشتركش في القناة اتمنى من الله ان هو يشترك. ويا رب تكون طريقتي كده في عمايل الكيك عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.